النهاردة هوريكم ازاي تعملوا الكحك بأسهل طريقة، وازاي تحولوا اي دقيق لدقيق ينفع للكحك. وكمان هقولكوا على ابسط طريقة للعجمية، كحكاية بتدوب والطعم في حتة تانية خالص. تعالوا نبدأ الاول بالعجمية. هحتاج ربع كوباية من السمنة، استخدمت السمن البلدي، ونص كوباية من الدقيق، ونص كيلو من عسل النحل. طريقة التحضير بسيطة جدا، كأننا بنعمل بشاميل. في حلة زودت السمنة والدقيق وهقلبهم لحد ما ياخدوا لون أشقر كده. وبعد كده هزود العسل، هقلبه لحد ما يبدأ يتقل ويوصل للقوام ده، القوام المناسب، لأنه لسه لما يبرد هيتماسك عن كده. صبيت العجمية تبرد في طبق واسع، وبعدين هعملها كور أصغر من الكحكاية، تقريبا نص وزن الكحكاية. اول حاجة هنحتاجها علشان نعمل الكحك، كيلو من الدقيق، هزود له معلقة من النشا، والنشا هنا هيخلي الدقيق يكون دقيق للكحك. وهحتاج كمان 500 جرام من السمنة، يعادل كوبايتين ونص. تالت مكون هو معلقة صغيرة من ريحة الكحك، وتقدروا تستغنوا عنها، ومعلقة صغيرة من الخميرة بتدي الريحة الحلوة اللي كلنا بنحبها في الكحك، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، هيكون مادة رافعة للكحك لاني مش هسيبه يخمر. وهحتاج 3 معالق كبيرة من السمسم، طحنته ناعم، قوامه كده افضل، بيدي نتيجة رائعة، جربوه وقولوا لي رأيكم. وهحتاج كمان كوباية الا ربع من المية. واخر حاجة 3 معالق كبيرة من السكر البودرة، نسيت احطها مع المكونات. النهاردة هوريكم أبسط طريقة للإعداد. في ستاند ميكسر أو طبق العجن زودت الدقيق والسكر والسمسم وريحة الكحك والبيكنج باودر والسمنة، هخلطهم مع بعض كويس لحد ما نوصل لقوام الكريمي ده. حتى لو هنشتغل بإيدينا هنفضل نبس لحد ما نوصل للقوام ده، لازم نوصل للقوام الكريمي ده. واخر حاجة هزود الخميرة على المية واقلبها واسيبها دقيقة، وهزودها بالتدريج على عجينة الكحك لحد ما تلاقوا العجينة بدأت تلم وتتجمع في حتة واحدة. عملت اختبار بسيط للعجينة، كورتها ولما ضغطت عليها ما شقتش. هشتغل بالعجينة على طول، هبتدي اشكل الحجم اللي انا عايزاه. استخدمت الميزان عشان كلهم يكونوا مقاس واحد، كان وزن كل واحدة 30 جرام. استخدمت البصامة للكحك السادة، وقالب المعمول للكحك اللي حشيته عجمية. التسوية هتكون في فرن حرارته 170، شغلته قبل ما احط الصواني ب10 دقايق، وبراحته خالص قعد في الفرن نص ساعة لحد ما اضغط على الكحكية من النص الاقيها متماسكة، واقلبها الاقيها اخدت اللون الذهبي الجميل اللي كلنا بنحبه. طلعته من الفرن، سبته في الصينية يبرد خالص، وبعدين نقلته في العلبة اللي هحفظه فيها. وده بالنسبة للكحك السادة. وتسوية الكحك العجمية بتكون على أعلى درجة حرارة 260 رف وسط لمدة 10 دقايق علشان العجمية ما تخرجش من الكحكاية. ريحة وقوام رهيب، والكحكاية أول ما نلمسها بتدوب وتتفتفت. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، أشوفكم على خير الفيديو الجاي.